الاتصال بمراسلنا جودة العسافي. احنا في كل حلقة نتصل بمراسل نتطقس أحوال محافظاتنا الحبيبة. تحية إلى كل محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب. ننتقل بفقراتنا المميزة إلى فقرة الأبراج، راح نبتديها بحنين. يلا أول برج وياك يا حنين، برج الحمل. شو يقول برج الحمل؟ برج الحمل، عليك تحديد خطواتك المستقبلية ودراستها بعناية لأن الظروف غير مؤاتية لذلك، لكن المحاولة لن تكون كارثية. تحتاج إلى الراحة لتتمكن من رسم خطواتك المقبلة تجاه الشريك، وهذا يساعدك على توضيح أمور كثيرة. يعني المفروض أنه كل شخص يدرس خطواته المستقبلية حتى يعرف النتائج والعواقب. نشوف أنه برج الحمل عليه أنه يحدد خطواته المستقبلية حتى يكون محسب حساب لكل شيء ممكن يحدث واحد له. يفكر بالسلبيات والإيجابيات، لكن ممكن أنه قد ما نفكر بسلبيات الأمر ونشوفه ناجح بكل زوايا، لكن يعني يصير هناك عرقيلات بعض الشيء، يعني الحظ له دور وهذه الأشياء. نعم هو بالتأكيد يعني كل شيء يجي من دون تفكير جيد ومن سرعة واستعجال راح تكون بالنهاية نتيجته هو الندم. نعم، وبنفس الوقت انه اللي يحاول يعني يخطأ او يفشل يحاول ما تعتبر كارثه لبرج الحمل. ننتقل الى برج الثور. لا تبدل رايك في القناعات التي حددتها لنفسك مهما تكون الضغوطات، فالايام ستثبت للاخرين صحه وجهه نظرك. قد تكون الرومانسيه مطلوبه في هذه المرحله، وهي ستنعكس ايجابيا على العلاقه مع الشريك. لا تبدل رايك في القناعات اللي حددتها، يعني ما طول انت ماشي مستقيم وتعرف انه هذا الشيء صح، لازم انه الانسان اي واحد يقول لك لا غلط، يعني تعرفين هواي ناس تكره هذا الانسان وتقول له لا خطا، تريد يعني تهبط من معنوياته، فاللي عنده اراده ويكون هدفه صحيح فخليه يستمر يا برج الثور. المفروض انه ما يبدل اقنعته مثل ما ذكر البرج مالته، وانه يكون متحدد باختيار رايه، وما يجي اي شخص ممكن يخليه يغير الراي اللي هو متخذه انه ياثر على قراراته، لانه بالتالي لازم يقنع بوجهه نظره للشخص المقابل، وانه كل شخص مقتنع بوجهه نظره، واكيد لازم تكون الثقه بالنفس موجوده حتى انه يقدر يوصل للشيء اللي يريده. صح. بالفعل. ننتقل لبرج الجوزاء وياك يا عبير. يلا برج الجوزاء لهذا اليوم. عليك مواجهة الأمور بواقعية وجدية، وسترى قريبا أن ما قمت به سيكون لمصلحتك في مواجهتك مع الآخرين. عروض بالجملة يقدمها الشريك للوصول بالعلاقة إلى نهاياتها السعيدة، لكن ترددك سيصعب الأمور ويعقدها. إذن يا برج الجوزاء حاول قدر الإمكان أن تبتعد عن التردد، لأنه مثل ما ذكرنا أنه ممكن هو هذا التردد رح يخلي الأمور أمامك تكون صعبة وصعب باختياراتك. بنفس الوقت من الناحية العاطفية هناك بعض من الأمور الجيدة والجميلة ممكن أن يقدمها الشريك لك حتى يحاول أنه يوصل بعلاقتك وياه بنهاية سعيدة. لكن من الناحية المهنية عليك مواجهة الأمور بواقعية أكثر وجدية أكثر حتى تقدر تحقق الأهداف اللي أنت تطمح لها، وبنفس الوقت أنه تحقق الأمور أن تكون لمصلحتك، بالإضافة إلى أنه مواجهتك مع الآخرين تكون هذه المواجهة لصالحك. نعم، وإذا تردد يعني راح تكون هناك يعني أمور معقدة. برج السرطان. ننتقل لمواليد برج السرطان، والبرج يقول مهما حاول بعضهم التشكيك في قدراتك العملية فإن صورتك الجيدة ستبقى أكثر وضوحا من محاولاتهم اليائسة. قد يفاجئك الشريك بخطوة متقدمة في العلاقة التي تجمعكما، فكن جاهزا ومستعدا لذلك. مثل ما ذكرنا قبل شوي انه لازم الشخص يكون يعني عنده قدرته العمليه، ممكن انه يكون متزمت برايه شويه، لا يحاول انه يخلي الاشخاص القريبين منه او الاشخاص اللي مضغوطين منه انه يغيرون فكرته. لازم يكون هو مقتنع بوجهه النظر له، ويخلي محاولاتهم تكون يائسه، وما ما يخليهم ما يوصلهم للشيء اللي هم يريدوه. وبالنسبة للحياة العاطفية، الشريك يفاجأ بخطوة متقدمة في العلاقة
يعني نطلب من مواليد برج السرطان أن يكونون جاهزين لهذه المبادرة من الشريك وأن يكونون مستعدين لها. نعم. ننتقل إلى برج الأسد. حدسك يدلك على الطريق والقرارات الصائبة والحيوية تسمح لك بتحويل رغباتك إلى حقائق، ذلك لأن ثقتك عالية بنفسك. أضف إلى ذلك أن الحظ المطلق ينقذك في الوقت المناسب من أي ورطة أو مأزق محتمل. يعني الحدث مالتك يا برج الأسد راح يكون صائب وبمحله. كل إنسان يا عبير عنده حدث وإحساس أنه يعني ممكن يحس بالأشياء اللي راح تصير، فبرج الأسد راح يكون حدثه بمكانه، وعنده يعني عنده الحظ المطلق، يعني حظ وفير بكل أي خطوة يتقدمها على شغلة أو على عمل أو على دراسة راح تكون يعني صحيحة وجيدة. طبعا كل التوفيق لبرج الأسد، بما أنه اليوم أخبار الفلك إلى جميلة وجيدة جدا، فبالتأكيد نتمنى لك كل التوفيق. خلينا ننتقل إلى برج العذراء، ويقول لهذا اليوم قد يطلب منك بعض الزملاء العون في حل مسألة مهمة، فحاول أن تساعد قدر المستطاع، وخصوصا أن الظروف ستكون لمصلحتك. أسبوع متميز بالعطاء، وهذه هي أبرز الصفات التي تتمتع بها، وإن كانت في بعض الأحيان تثير حفيظة الشريك. إذا يا برج العذراء عليك أن اليوم تكون شخص معطاء، بما أنه هي طبيعتك العطاء دائما لمن حولك، لكن اليوم الموضوع يتطلب أكثر من المعتاد، بما أنه ممكن أن أحد الزملاء، أحد الأقارب أو أحد الأهل ممكن أن يطلب من عندك أن تساعده بمسألة مهمة، لأنه دائما إحنا نعرف كل موضوع يحتاج إلى نقاش حتى نتوصل إلى الطرق الصحيحة بحله إذا كانت مشكلة، أو نتوصل إلى الأشياء الأساسية اللي توصلنا إلى النجاح. لكن من الناحية العاطفية ممكن أن بعض التصرفات اللي أنت أن تسويها ممكن اليوم راح تزعج الشريك بعض الشيء، لكن عليك أن تكون حذر بتصرفاتك، بنفس الوقت أن تستمر بعطائك إلى الآخرين. نعم. ننتقل لبرج الميزان، والبرج يقول فكر في مستقبلك المهني قبل الإقدام على أي خطوة غير محسوبة النتائج، ولا سيما إن الندم قد لا ينفعك لاحقا. قد تجد نفسك مضطرا إلى إعادة تصويب العلاقة بالشريك، لأن الأمور قد تشهد انعطافا سلبيا بينكما. بالنسبة لبرج الميزان عليه أن يفكر في المستقبل قبل أن يقدم على أي شيء، ومثل ما نعرف أنه الندم بالتالي ما ينفع بشيء، أنه شخص سوى فد غلط لكن يندم عليه بالتالي، بس الندم ما راح يفيده بأي شيء. نعم. لكن من الناحية العاطفية لازم يعيد تصويب العلاقة بالشريك. راح يشهد هاي الفترة انعطاف عكسي ما بينه وبين الشريك، نتمنى أنه هذا الانعطاف يكون فترة قصيرة ويمر وترجع الأمور الطبيعية إلى ما كانت عليه وأفضل. نعم إن شاء الله. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى برج العقرب. كن حذرا في الأيام المقبلة لأن الأنظار مسلطة على أيدائك في العمل، كما أن بعضهم ينتظر الفرصة لتشويه صورتك. الوحدة لا تناسبك، وهذا يحتم عليك البحث عن شريك مناسب في القريب العاجل لأنك لا تحتمل الفراغ. يا برج العقرب أنه من الناحية العاطفية أنه لازم تبحث عن الشريك. أكيد هو ما راح نعرف إحنا يعني خاصة دخلت لنا هذه التواصل الاجتماعي وتعدد العلاقات، فممكن لازم تنتقي الشريك بصورة صحيحة، لأن الفراغ يعني سلبياته هواية أكثر مما تكون إلى إيجابيات. أوكي يعني بالفراغ ممكن أنه أتونس، ما حد يحاسبني، أوكي ما معتكف، أفكر بأشياء مستقبلية، لكن راح أسبب عندي الضجير والملل بنفس الوقت. كن حذرا في الأيام المقبلة لأن الأنظار مسلطة على أدائك، يعني بعملك أو ببيتك وبالأكثر يعني عن العمل، أنه لازم تشتغل بصورة جيدة ودقيقة، لأن كل يعني الزلة ممكن راح تأثر عليك وممكن يبطلوك من الشغل، ممكن صح. تعاقب على هذه المشاكل. على فكرة يعني أكو نقطة مهمة موجودة ببرج العقرب، يعني هي مو معناته أنه شخص عنده فراغ
بحياته من الضروري أن يرتبط بشخص حتى يبتعد عن هذا الفراغ أو عن هذا الملل. يعني هذه حالة ممكن نشوفها إحنا عند أغلب الشباب أو أغلب الشابات عموما. يعني إحنا نتكلم عن شباب وبنات، لكن هذا مو معناته أنه إحنا بارتباطنا بشخص يكون خاطئ غير عن صفاتنا. لازم ينتقي. عفي عليك. مو قلت لك يعني انه ينتقي، غير عن صفاتنا، غير عن الاشياء اللي احنا نحبها، مجرد انه حتى نقتل الملل اللي عندنا. هذه من اكبر المساوئ اللي ممكن ان الشخص يرتكبها. خلينا نشوف برج القوس لهذا اليوم. الأمور أصبحت أكثر تنظيما من السابق، وهذا يعتبر مكسبا لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك. تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف حتى تتوضح النيات على نحو كامل. طبعا برج القوس أشوف أنه اليوم الجانب العاطفي يطغي على الجانب المهني، لأنه ممكن تكون أنت معجب جدا بالشريك أو برومانسية الشريك أو بتعامل الشريك معك، لكن الحذر واجب. الأبراج الفلكية أو الفلكي يحذرك اليوم بأن تكون أنت حذر من خلال التعامل مع الشريك، لأنه لازم أن تتوضح النيات بالمقابل حتى تعرف كيف تتصرف مع الشريك. لكن على الأمور المهنية فالأمور جيدة جدا، لأنه أصبحت منتظمة أكثر من السابق، وبنفس الوقت ممكن أنه هذا التنظيم راح يخلي يكون المكسب المادي لك أفضل من السابق. حلو الإنسان أنه يغير نفسه نحو الأحسن. ليش يظل متقوقع بدائرة وما يعرف شو يسوي؟ يعني لازم انه احنا بين فتره وفتره نغير حالنا، نرتقي، نثقف نفسنا عن طريق قراءه الكتب، عن طريق انتقائنا للاصدقاء. طبعا الاصدقاء لهم دور كلش فعال بحياه الانسان. صح. انه ايش قد ما يكون الصديق المقابل انه هو مثقف، انا راح اتثقف واكتسب من عنده معلومات كثيره، لكن اذا اختار الصديق السوء راح يسبب لي ممكن مشاكل، راح يخليني اضيع اتجاهي. يعني صحيح. يعني على فكرة مو بس للشباب، يعني حتى الأطفال. تشوفين لما الطفل هو يكون صديقه طفل ثاني وكح، تشوفين الطفل الحباب العاقل هم يتوكح، والعكس صحيح. يعني عدوى اي يعني هو لما يكون الأصدقاء كلش قريبين من بعضهم يتطبعون واحد بالآخر. من عاشر القوم 40 يوما صار منهم. صح. فلما شخص يكون قريب من عندك وتشوفين تلاحظي انه ايامكم سوا تقضيها والتصرفات والتطبعات، راح انت تحاولين انه تكونين مثله وهو يحاول يكون مثلك، يعني سواء صديقه او شخص مقرب او من الاهل. يعني اغلب الناس ممكن انه يطبعون باطباعك، لانه الفتره اللي تقضوها سوا انه هو يفتهمك اكثر من اللازم. صح. فراح تكون طباعه نفس الطباع. ننتقل لبرج الجدي ونشوف إذا كنت قادرا على القيام ببعض التضحيات في سبيل الآخرين فلا تتردد، فالحياة قد تكون يوم لك ويوم عليك. قلق الشريك مبرر قياسا بالشائعات التي سمعها أخيرا من بعض المقربين، لذا يفترض أن توضح أسباب ذلك. طبعا اكيد الاشخاص اللي نحبهم والقريبين من عندنا راح نحاول انه نضحي لهم، بالتالي اي شخص يحب شخص ثاني ممكن يضحي له، يقدم له اغلى ما عنده. هذا اللي يحب لازم لكن يقدم بالحد المعقول يا حنين. بالحد المعقول اكيد. يعني ممكن انت تقدر تضحي، يعني لا تتردد. مو ضروري انه ما تضحي ولا انه تضحي بزياده عن اللزوم، لكن اذا كنت تستطيع انه تضحي فممكن انه تضحي. يعني يوم تصيب يوم تخيب، احنا هذا المثل الدارج به. يوم لك يوم عليك. ممكن انه هاليوم شخص محتاج مساعدتك فانت راح تقدر تضحي له، باشر عقبه انت هميا راح تحتاج شخص انه يساعدك، انه يضحي لك بفد شيء. لكن من الناحيه العاطفيه قلق الشريك مبرر قياسات بالشائعات. يعني الشائعات يلي دا تحدث ممكن انه تسبب ارباك بين الشخصين. مثلا يجي شخص يقول له اني سمعت كذا وكذا وكذا، يعني من الاشخاص المقربين، ممكن هذا الشائعات انه تسبب مشاكل بين الشريكين. فالمفروض من مواليد برج الجدي انه يوضحون الاسباب للشريك حتى لا يكون سوء تفاهم ما بيناتهم. اسمع من الشخصين، انا لا اكون يعني تصرفاتي راح اكون يعني اسبب المشكله واخسر انسان ممكن احنا طولنا اكثر من وقت وياه. يعني عمر اذا تكون سنه او 6 اشهر، حتى اذا كان شهر، يعني العشره ترى مو يوم ويومين،
ممكن شهر صارت عشرة وأكل صحيح. وزاد وملح ونعم، فممكن نخسر هذا الشخص بلمحة بصر، فإحنا لازم ندرس القضية. اكو وايد ناس تحب تخرب ما بين كل علاقة، أو حتى تشوف إنه إذا زوجين كانوا إنه يحبون يخربون بيتهم، يعني هو تعتمد على الأشخاص اللي يمكن إنه يسمعون من عندهم بنفس الوقت. بالفعل. بالتالي الشائعات ما يصير انه واحد ياخذها بالاحتمال الصائب اكثر، ممكن انه يفكر انه هذا الاشياء اللي دا تسمعها مو تكون صحيحه، ممكن انه اني لما يجي شخص يقول لي هذا الكلام ممكن انه اشك به اذا كان صح ولا خطا. بالفعل. بالتالي اريد اثباتات على هذا الشيء، انه هذا هل يا ترى انه هذا الكلام صحيح ولا انه هذا مجرد شائعات او كلام. بالتالي الشخص المقابل لازم ايضا يبرر موقفه، فما يصير انه يظل ساكت وحقه مهدور بالتالي. بالفعل. ننتقل إلى برج الدلو مشاهدينا الكرام. أجواء دقيقة ومربكة هذا الأسبوع إلى جانب بعض الصعوبات في العمل، إلا أن ذلك سيكون مؤقتا، فلا تقلق. تجنب المواجهة الغير مبررة مع الشريك، وخصوصا إذا كان موقفك ضعيفا فحاول الإصلاح الأمور برؤية. يعني أنه يعني مواجهتك مع الشريك راح تكون ركيكة، ممكن أنت يعني مسبب مشكلة بسيطة، لازم تصلح الأمور برؤية ويعني معي بروية وبهدوء. ممكن انه الشخص لما يكون مشاكل بينه وبين الشخص المقابل انه لازم يكون الهدوء موجود، انه يعالجه لا بعصبيه ولا بتسرع. النقاش الايجابي اللي يكون بين الرجل والمراه هو اللي راح يحدد النقطه الفعاله، لكن نعم. اذا احنا راح ناخذها عن طريق الصراخ وغيرها من الامور راح يعني هي تربك الاجواء الامور مربكه يعني. بالتالي الصراخ والكلام يعني مثلا نقول الزايد عن حده ممكن يأثر على العلاقة ويطور الموضوع ويخليه أكبر من حجمه. نعم. برج الدلو أجواء دقيقة ومربكة هذا الأسبوع إلى جانب الصعوبات، يعني راح تمر بصعوبات وأجواء مربكة، إن شاء الله ماكو أي إرباك يا برج الدلو. ننتقل إلى برج بالتالي الحوت. مؤقت هو. يعني أكيد هي المشاكل تكون مؤقتة. أي هذا بس هذا الأسبوع. خلينا نشوف برج الحوت لهذا اليوم والأخبار الفلكية اللي تكون من حظه. الغوص في بعض التفاصيل قد يكون مفيدا، لكنه ليس الهدف المحدد لحملتك المقبلة للوصول إلى الغاية المنشودة. تستقطب التأييد من بعض الأصدقاء، وخصوصا لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع شريك، وهذا سيوضح الأمور أكثر. نعم. مثل ما استمعنا سوية إلى أن برج الحوت لهذا اليوم ممكن أن تكون هناك تدقيق على التفاصيل اللي تكون هي مفيدة ومن الصالحة، لكن هذا التدقيق أو هذا الغوص في التفاصيل ممكن أنه يكون مو هو الهدف اللي يكون متجه إلى مواليد برج الحوت، لأنه يطمح إلى الأكثر. لكن من الناحية المهنية هناك بعض المبادرات اللي تكون تخص الشريك لتحديد نوع العلاقة، إذا كان برج الحوت هو مقبل على علاقة جديدة. طبعا مشاهدينا كانت هذه أبراجنا لهذا اليوم، إن شاء الله يا ربي نالت رضاكم واستحسانكم. أكيد إحنا نتأمل دائما أن يكون التوفيق لكل أصحاب ومواليد الأبراج. نعم، والحظ السعيد بنفس الوقت. مشاهدينا الكرام، انتهينا من فقرة الأبراج، ننتقل إلى حالة الطقس. شوف درجات الحرارة والبرودة ومن بعدها راجعين، خليكم معنا. ورجعنا لكم أحبتي المشاهدين من بعد ما شفنا حالة الطقس، وأيضا لدينا اتصال بإسراء من الأنواء الجوية. ألو ست إسراء، صباح الخير. ألو ست إسراء، أسمعك. نعم، صباح الخير. صباح النور، حياك الله. نعم. خلينا نتعرف على حالة الطقس في بغداد وبقية المحافظات. خلينا نتعرف على حالة الطقس ست إسراء في بغداد وباقي المحافظات. نعم، صباح الخير أعزائي مشاهدي القناة. إليكم حالة جو متوقعة العراق لهذا اليوم. تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من البحر الأحمر، ليكون الطقس في كافة المناطق غائم جزئي وأحيانا غائم نعم، مع فرصة تساقط ذخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد. درجات الحرارة في عموم البلاد مقاربة لما سجل يوم أمس.
والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة. مدى الرؤية 8 إلى 10 كيلومتر، وفي المطر 5 إلى 7 كيلومتر. علامة المرض المتوقعة لهذا اليوم في بعض المدن كما يلي: بغداد 40 إلى 45%، البصرة 35 إلى 40، النجف 45 إلى 50، كربلاء 35 إلى 40، وأخيرا في أربيل 35 إلى 40%. كانت درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد يوم أمس 37 درجة مئوية، وهي أعلى من معدلاتها العامة بدرجتين مئويتين. العظمى المتوقعة لهذا اليوم في بغداد ستكون 37 درجة مئوية أيضا، في حين أعلى درجة حرارة عظمى سجلت في مثل هذا اليوم في بغداد كانت 42 درجة مئوية، وذلك عام 2005. درجة الحرارة الصغرى في مدينة بغداد في هذا اليوم كانت 23 درجة مئوية، وهو أعلى من معدلاتها العامة ب6 درجات مئوية، في حين أعلى درجة حرارة صغرى سجلت في مثل هذا اليوم في بغداد كانت 27 درجة مئوية، وذلك عام 1997. موعد غروب الشمس في بغداد في الساعة 5:33، أما موعد شروقها للمغرب سيكون في الساعة 6:06 بإذن الله. شكرا لإصغائكم، مع تحيات قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل. شكرا لحضرتك ست إسراء عمر من دائرة الأنواع الجوية. طبعا نوجه شكرنا وتحياتنا لدائرة الأنواع الجوية لأنه يوميا توافينا بالتطورات اللي تحصل بدرجات الحرارة في بغداد من حيث الرطوبة والارتفاع والانخفاض بدرجات الحرارة، لأن نلاحظ أنه الأجواء بدأت تتغير، واليوم الجو شوية غائم همين. بدأت تتغير بحيث أنه لما جينا الصبح كان الجو بارد بدون ما يحتاج سبلت أو مبردات أو مراوح، يعني الجو برودة به، يعني الشتاء مقبل علينا، احنا يعني من محبي الشتاء طبعا أكثر من الصيف. طبعا يعكسكم. طب الصيف احنا هو شوف الصيف حلو يعني، بس المشكلة انه الشمس تكون جدا حارة وقوية بنفس الوقت، الكهرباء، فلهذا انه الصيف يكون هو غير محبوب عند اغلب الناس او اغلب العراقيين. طبعا احنا بما انه مقبلين على اجواء الشتاء والانخفاض بدرجات الحرارة، احنا نتمنى الصحة والسلامة لكل طلابنا، وايضا والصغار اللي موجودين، خصوصا اللي بدأوا هسه بالمدرسة، لأنه تكون دائما تنتشر بيناتهم الإنفلونزا والزكام، هذه من أكثر أمراض الوقت، يعني تكون الحساسية، موسم الحساسية، إنه أغلب الأطفال خاصة إنه تصيبهم الحساسية، حتى بعض الكبار ممكن إنه ينصابون بالحساسية ويتعاطون أبر مال الحساسية كل موسم إنه ياخذوها على مود إنه لا يتعرضون للامراض. نعم، الاطفال يكونون اكثر عرضه للامراض اللي موجوده، الانفلونزا هم بما انه يكونون بصف واحد، وتشوف انه مثلا الجو شوي يبدي يبرد، هو يبقى يتناول العصير البارد جدا، وتشوف انه تلتهب عنده البلاعيم وغيرها من الامور. بالفعل. مشاهدينا الكرام، ننتقل الى اتصال بالاستاذ صلاح تايه، مدير اعلام الخطوط الجويه العراقيه. صباح الخير عليك استاذ صلاح. صباح الخير استاذ حسام، صباح الخير ست عبير، صباح الخير ست حنان، صباح الخير هنا بغداد، جميع العاملين في هنا بغداد، مشاهدين هنا بغداد، وكل عام وانتم بخير، ويعود عليكم الخير والامن والبركه والسلامه ان شاء الله. الله يخليك، الله يخليك ويحفظك، كل عام وانت بالف خير، حياك الله، تحقيق كل الامنيات لك استاذ صلاح. استاذ صلاح، نريد نعرف حركه الطائرات لهذا اليوم والايام المقبله. بكل سرور. استاذ حسام، الرحله الاولى انطلقت الساعه 6 صباحا من بغداد، متوجهه الى مطار النجف الاشرف الدولي، ومنها مباشره الى طهران. في 7 غادرتنا من بغداد الى اربيل، وفي 8:30 كانت لدينا رحله مغادره من بغداد الى البصره، ومنها الى دبي. في 10 إن شاء الله ستغادر لنا رحلة من بغداد إلى اسطنبول، و11:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى بيروت. في 12:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى السليمانية، و1:15 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى ستوكهولم. 2:30 موعد رحلة بغداد عمان، و4:10 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى فرانكفورت.
في 5:15 مساء لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى أربيل وهي الثانية لهذا اليوم. 7:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى العاصمة الهندية دلهي. وعند 10 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى الشارقة. في 11 مساء لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى القاهرة وهي الأخيرة بالنسبة للرحلات المغادرة. بالنسبة للرحلات القادمة إلى مطار بغداد الدولي هذا اليوم، في 8 صباحا استقبلنا رحلة قادمة من أربيل إلى بغداد. في 10:30 ننتظر رحلة قادمة من دبي إلى بغداد. وعند 2 من بعد الظهر لدينا رحلة قادمة من اسطنبول إلى بغداد. في 4:10 لدينا رحلة قادمة من القاهرة إلى بغداد. 5:30 رحلة بيروت بغداد. في 6:30 لدينا رحلة قادمة من عمان إلى بغداد. وعند 9:15 مساء لدينا رحلة قادمة من طهران إلى مطار النجف الأشرف الدولي ومنها إلى بغداد. في 10 مساء رحلة السليمانية بغداد. 11:30 مساء لدينا رحلة قادمة من الشارقة إلى بغداد. في 3:30 فجرا لدينا رحلة قادمة من العاصمة الهندية دلهي إلى بغداد. وعند 5:30 صباحا لدينا رحلة قادمة من ستوكهولم إلى بغداد. في 6:45 صباحا لدينا رحلة قادمة من فرانكفورت إلى بغداد. أكيد أستاذ حسام نتمنى للأخوة المسافرين المغادرين والقادمين على مثل سيارات الخروجية العراقية السعادة وسلامة الوصول. نعم، شكرا لك أستاذ صلاح تايه مدير إعلام الخطوط الجوية العراقية، وأعلمنا عن آخر الرحلات بالطيران العراقي. نرجع إلى موضوعنا يا عبير اللي هو عن الصيف والشتاء. أكو طبعا التقرير الصيف والشتاء بسلبيات وإيجابيات بنفس الوقت. فالصيف انه الناس تحبه يكون اكثر فرفشه، انه واحد يلبس نص ردين يكون خفيف، لكن الشتاء يكون اكو خمول بالموضوع. يعني انه خاصه من واحد عنده دوام الصبح، جو البطانيه فيكون برد فخمول، ونلاحظ انه اغلب الحيوانات يكونون بسبات. صح، ولا ننسى يعني هي قعده الصبح تكون من اصعب الاشياء فصل الشتاء، يعني كلش صعبه قعده الصبح. صعبه، وبنفس الوقت يعني انه انت لما نايمه تاخذين وقت نوم كفايتش يعني اكثر من الصيف، لكن بالتالي ان انت ما تقدرين ان تقعدين انه بسبب البروده وانت حابه الدفوء جو البطاريه، وكل انه ما تقدرين تقومين وتاخرين عن الدوام بعدين. يعني عموما احنا خلي نتواصل بصباح المحبه لعراق الاحبه مع فقراتنا وتقاريرنا المميزه. راح ننتقل حاليا الى سوق قطع غيار السيارات في السنك مع زميلنا محمود. خلينا نتابع هذا التقرير سويا واكيد من بعدها متواصلين. اهلا بكم. الكل سوق موجود ببغداد له مواد يختص بها حتى يبيعها، واليوم احنا بسوق السنك. هذا السوق يختص ببيع مواد الاحتياطيه وقطع الغيار للسيارات. اذا خليكم ويانا نتعرف اكثر عن هذا السوق وعن المواد الموجوده بها والناس لويش يجون وش يحتاجون حتى يشترون. الكثير من الأسواق التي تتواجد في العاصمة العراقية بغداد، ولكن كل سوق له مجال يختص به. واليوم كانت عدسة قناة هنا بغداد قد سلطت الضوء على سوق السنك الذي يكون أكثر اختصاصه في مجال بيع المواد الاحتياطية وقطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة. ولا ننسى أن هذا السوق من الأسواق القديمة الموجود في العاصمة، ويكون تجمع الناس فيه كل يوم تقريبا لتشتري قطع غيار لسياراتها أو كل ما تحتاجه السيارة من مواد أخرى. وقد يكون أكثر الأيام التي تتجمع فيها الناس هي أيام العطل مثل الجمعة ويوم السبت، لاعتبارهما عطلة تستغلها الناس لقضاء وشراء حاجتها. وأيضا لا ننسى أن أيام العطل تخف الازدحامات في الشوارع، فذلك يسهل على الناس المجيء إلى السوق.
اكثر شيء تجي الايام ايام العطل، يعني مثل الجمعه، سبت او اي عطله مناسبه. عطله مثلا اذا مناسبه مثلا يصير عمل. نعم. زين يعني ونوبات يصير فتور يعني حسب السوق يعني. زين يمتى اجت فتره عليكم صار اكو شغل كبير على السيارات، اقبال كبير؟ وقت الاستقرار الامني من يصير حركه قويه. وقت اللي ماكو استقرار يخف حال حال بقيه الاسواق. نعم. يعني هذا نفس الشيء حال نفس الشيء تاثيره على الوضع الامني. زين ممكن تحكي لي شنو هي الاسعار الموجوده تقريبا خاصه بمجالك يعني الاسعار تقريبا مستقره. يعني مو مرتفعه؟ لا مستقره على الورق على الدولار. يعني السوق معتمد على الدولار. على الدولار. الدولار تقريبا مستقر. زين اكثر شيء اللي يمشي هو الصيني الاوكي ولا الاصلي؟ تتبع الوكيل يجي يسوق، اكو يدور شيء رخيص مثلا صيني، ايراني، بس الياباني، الالماني، تركي اغلى. اكو بعض المواد اصليه واكو بعض المواد صيني واكو تايوان، كل مناشئ العالم عندنا يعني عندنا مثلا نقول ايتم او الفقره البليت عندنا بي ياباني والماني وكوري وصيني، بس مرات يجي حاجه اصليه للسنك او للسوق، خاصه اي سوق تنزل اصليه ورا فتره تنضرب الحاجه، يقلدوها بالصين يجيبوها نفس الحاجه وما يعرف المشتري من يجي الزبون انه هي اصليه ولا مو اصليه، واكو عالم تمشيها اصلي حسب ذمه وذمتها بعد. ومن خلال تجوالنا في السوق سألنا الباعة والمواطنين عن المواد الموجودة والبضاعة المتوفرة هنا، من قطع غيار للسيارات لحد الإكسسوارات، واستفسرنا عن نوعياتها الأصلية والعادية وعن المستعملة أيضا التي كانت متوفرة بكثرة في السوق ولطلب الناس لها. اكو بس النوعية هنا يعني مختلفة هنا. والاسعار شلون؟ الاسعار انسب اكيد. زين لو بالمنطقة بيش وهنا بيش؟ والله يعني مو فد فرق، 2000 3000 مو فد فرق. يعني مو فد شيء. بس هنا تعرف يعني هم واحد يخلص وقته ويخلص كذا من هال. نعم. نجي نشوف اكثر من نوعية بالسنك. نعم. زين ممكن تحكي لي شوية عن النوعية اللي اشتريتها؟ والله النوعية يعني هذا احسن ما موجود باللي لقيته. بيش اشتريتها هنا؟ هاي ب 6000. والمنطقة بيش تقريبا؟ يعني عد المفرد خلي تصير 9 ب 10. يعني اكو فرق. طبعا اكو فرق بس النوعية احسن هنا، يعني لقيت نفس هذا بس اكثر من نوعية. سوق مليء بقطع غيار السيارات واكسسواراتها، وتأتيه الناس من كل مكان لتشتري منه لاعتباره الأوفر والأنسب، ويوجد فيه كل ما يحتاجه الناس لسياراتهم لتستمر فيه الحركة، ويكتظ المواطنين ليرسم صورة السوق الحي الذي له إقبال من الناس. بعد ما دخلنا بسوق السند وتعرفنا أكثر عن المواد اللي موجودة به من قطع غيار ومواد احتياطية للسيارات، إن شاء الله تكونوا استفادتوا من موضوعنا هذا اليوم. في الختام قبل تحياتي محمود راكان، وهذه عودة إلى الزملاء حتى يتحدثون أكثر عن موضوعنا. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا هذا التقرير الجميل مع الزميل محمود راكان عن قطع غيار السيارات. شاهدنا انه سوق السنك من اشهر الاسواق في بغداد والمحافظات، يشتهر بقطع غيار السيارات. موجود طبعا هو هذا السوق يكون بصفه يعني الاسواق بيع الدهن، يعني اكثر يعني كل شيء يخص الباعة السيارة. الموجودين هناك، مو بس قطع غيار. يعني اللي قدام هو عباره عن شارع يكون سوق الغزل والشورجه وكل المواد اللي موجوده هناك تباع، منها قطع الغيار، منها الحيوانات، منها الملابس والبقوليات وغيرها من الامور. فنشاهد انه يعني يكون سوق السنك ممكن اي قطعه واحد يحتاجها للسياره ما تشوفها هنا. اي بالسنك، لكن تكون بسعر مناسب، مو مثل المحلات اللي موجوده بمناطقنا. يعني تروحون هناك انه السعر مثلا القطعه ب5 تشوفينها بغير محلات انا بدي اسالك يعني بما انه انت اكيد زاير هذا السوق، نعم. هو همين يعني ممكن بس الجمعه يكون موجود ولا لا على طول الايام؟ على طول الايام، لكن احنا نفتقر انه الارضيه مالته لازم تعمر. تشوفين من الدخلين هناك فقر اكو بالموضوع، يعني تشوفين محلات حلوه كنابور، لكن اكو فقر بالموضوع انه القاع ما مبلطه بها هاي التراب والازبال وغيرها من الامور. وبنفس الوقت العماير كلش تعبانه، يعني
فاهم شلون؟ لكن الحمد لله ان شاء الله يعمرون ويخلون يعني دولتنا الحبيبه انه تخلي عينها على هذه الاشياء وتعمرها، لان هذا السوق يعني مو البارحه واليوم، صار له قرون، فاهم شلون؟ لكن مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا هذا التقرير ننتقل الى فاصل اعلاني ومن بعدها راجعنا وياكم، خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل الإعلاني وننتقل إلى فقرة عالم المطبخ مع الزميلة سماء. صباح الخير وحياك الله. صباح الخير حسام، صباح الخير عبير، صباح الخير يا حنين. اليوم منورة طبعا، اليوم عددكم كلش حلو ولمتكم حلوة، يا ربي مع هاي اللمة دائما وأبدا. صباح الخير، صباح الود والمحبة، صباح نبعثه مع عبق الزهور من خلال شاشتنا، شاشة وطن، شاشة هنا بغداد الفضائية. دائما وابدا نحن نتواصل معكم على مدار ساعتين، ومنها هذه الفقره هي فقره صحه وغذاء. اليوم راح يكون موضوعنا شويه شيق، اليوم راح نعرف معلومات باتت وان تكون غريبه علينا. كل الناس تحب هذا المنتج رغم انه هو يحتوي على مضار كثيره وكبيره، واغلب الناس انه اللي تعاني من الحميات الغذائيه، واغلب المصابون بارتفاع ضغط الدم وكذلك مصابو المرض السكري هم 70% مثل احنا وما نسويه، لكنه احنا فقط غايتنا الاولى والاخيره انه نتمتع بصحه جيده، انه يكون جسمنا سليم، بنفس الوقت انه نعرف احنا ايش ناكل، نعرف احنا ايش نتغدى. طيب طبعا مثل ما تشوفون انه احنا محضرين نوع من المشروبات الغازيه اللي هي ما دارج عندنا داخل الاسواق، هو السفن وكذلك الميرندا والبابسي اللي احنا كليتنا نعرفه. طبعا كثير من الناس راح تدخل داخل كثير من المسميات، والمسميات التجاريه كثيره. احنا اليوم ما غايتنا الاولى انه نطعن تحت اي اسم من الشركات، لكنه فقط نحب ننوه ممن يتكون البيبسي وكل المشروبات الغازيه بصوره عامه. خلي اليوم ايضا ننوه على هذه المكونات. في بدايه الامر اليوم خلي ننوه عن مكون البيبسي. طبعا خلينا نقدم اللي قدام لانه دائما هو راح يكون موضوع حديثنا لهذا اليوم. طبعا البيبسي اللي هو دائما يكون جليس المائدات، جليس السفرات، كذلك الاكلات السريعه، نلاحظه الحلويات، حتى بعض الامهات مع الاسف يعني خصوصا انه احنا مقبلين على موسم دراسي، انه الصبح تعطيه شيبسي وبيبسي وانه ما تعرف هي دا تهدم ابنها هدم كامل. فهذا الشيء المتغيب عن بعض ربات المنزل، نحب انه نواه، ومو بس فقط ربات المنزل، حتى الناس بصوره عامه، خصوصا انه احنا انتشار الاكلات السريعه وكذلك انه يعتبر اللذه اللي يحتويها هذا المشروب الغازي الى قيمه غذائيه. طبعا اليوم مكون البيبسي هو يتكون طبعا من ماء مكربن، هذا ماء مكربن بالشيء الاول. الشيء الثاني هو يحتوي لي على حامض الفسفوريك، حامض الفسفوريك. طبعا احنا محضرين هذا الحامض، ومع الاسف راح نشوف ايش راح يسوي لنا هذا حامض الفسفوريك. طبعا والشيء الاخر ايضا نلاحظ هو يتكون من مواد ملونه، اللي مثلا تعطيني هذا اللون البرتقالي اللي هو مثلا نكهات والوان كذلك وصبغات، وكذلك مثلا انه نلاحظ هذه الالوان والصبغات والنكهات اللي راح تحولها. طبعا هذه هي المواد الاساسيه التي يصنع من عندها المشروبات الغازيه، وخصوصا البيبسي او غيره من المشروبات الغازيه، يعني هم كلهم يصنعون من نفس الماده، لكنه فقط تختلف الالوان والنسبه. يمكن حتى انه احنا لو نلاحظ بعض التقارير اللي نشوفها التقارير العالميه، نلاحظ انه عن المواد او الخزانات يعني حاطين فد اشاره انه عدم اللمس، لانه الايد تتعرض للحرق. هذه المواد اللي تتكون من عندها البيبسي او كل المشروبات الغازيه بصوره عامه ماذا تعمل؟ اول شيء هي هذه تحتوي على نسبه من السكر. طبعا عفوا انا ما ضفت من المقادير انه تحتوي على نسبه من السكر. السكر اللي تحتويه بمقدار 7 ملاعق مثل هذه. طبعا 7 ملاعق مثل هذه مليانه سكر، ممكن انه الانسان يتناولها، يعني 35 غرام من السكر تتناولها خلال لحظه واحده. هذه تعمل على انه تعرض الانسان هذا الحالات الزايد، يعني يرتفع الجلوكوز داخل الجسم، بعض الاحيان ممكن انه يتعرض للتقيؤ، لكنه وجود حامض الفسفوريك يقلل من الحده مالته. احنا دائما نقول الحوامض بصوره عامه تعمل على حرق 30% من السكريات داخل الجسم، لكنه هي هذه الطريقه الهدرجه او الطريقه الكيميائيه اللي تدخل داخل الجسم اكو اكيد بها فد اختلاف عفوا، او راح يصير فد تفاعل داخل الجسم. في بدايه الامر خلي احنا ايضا محضرين لنا قدح، مثلا ناخذ
اي منتج. ناخذ هذه الميرندا المتلونه، طبعا راح نلاحظ الغاز اللي تحتوي. هذه الميرندا المتلونه كلياتنا احنا نلاحظ فد غاز بيها. هذا الغاز اللي هو سببه هو وجود السكر مع حامض الفسفوريك طبعا، والماده المكربنه التي يحتوي. هاي اذا كانت فعلا هذه المقادير حقيقيه اذا اشتغلوها بهالطريقه هذه، رغم انه حتى لو اشتغلوها بهالطريقه الحقيقيه يعني راح نلاحظ ايضا بها فد اعراض. الاعراض انه ايش راح تعمل بالبدايه؟ في بدايه الامر عندما يدخل هذا البيبسي او اي نوع من المشروبات الغازيه، السائل الغازي الى المعده، اول ما راح يدخل عن طريق طبعا المعده والامعاء وعمليه الايض الغذائيه اللي تحدث داخل المعده، راح يتحول الى كليكوز، الكليكوز الى فكتوز. طبعا هذا راح شو يسوي؟ يوزع عن طريق الدم، راح يوصل من عنده كميه لا باس بها الى الكبد، راح يخزن عن طريق مركب معقد جدا، هذا راح يخزن بالكبد، هذا يعمل فيما بعد على انه يتلف جزء من الكبد. طبعا حتى نلاحظ عفوا اغلب الناس اللي تعاني من التهاب في مجاري البوليه، حتى مصابون مرضى البواسير، التهاب القرحه، احنا نبعدهم عن البيبسي. حتى التهاب اللوزتين الخفيف انه احنا نقول له ابتعد عن كل المشروبات الغازيه. في بدايه الامر بعد ما انه يذهب الى الكبد، يبدأ هذا تفاعله بإفراز، يعني يساعد البنكرياس على فرز الأنسولين، يعني راح يفرز الأنسولين كمية كبيرة من السكر أو يفرز كمية كبيرة من الأنسولين داخل الجسم. هذا احنا دائما نلاحظ الناس اللي تتناول البيبسي بصورة عامة انه شو يصير عندهم؟ جسمهم مليء او انهم يعانون من السمنة. بعد فترة من الزمان عند التفاعل راح يتفاعل الكليكوز اللي موجود مع السكر، راح ينتج لي او الكافيين اللي هو طبعا يحتوي ايضا على نسبه لا باس بها، كل المشروبات الغازيه تحتوي على نسبه لا باس بها من الكافيين، يعني النسبه اللي يحتويها الكافيين الموجود. طبعا هذا الكافيين احنا في بدايه الامر من ناخذ الكافيين، يمكن احنا من نشرب القهوه، من نشرب الشاي، راح نلاحظ نفسنا يمكن نشطنا، صار تركيزنا اكثر. بعد 15 دقيقة من يدخل هذا المشروب الغازي للجسم راح يتفاعل الكافيين ويا السكر، يزيد احنا التركيز. دائما احنا نقول من ناكل فد شيء حلو الصبح راح شنو يعمل على انه يوصل الاكسجين جيد الى الدماغ، لكنه بعد 15 دقيقة من المشروب الغازي راح نلاحظ انه اوكي ركز، ورا 15 دقيقة عندما يتفاعل ويا مادة اخرى اللي هي مادة الفكتوز، راح نلاحظ انه شنو بدأ يبتسم. طبعا هاي مادة الكافيين هي مادة شبه مخدرة، يعني راح ينتج لي فد شيء اسمه الدوبامين. هذا الدوبامين يعني شلون كأنه واحد مدمن دا ياخذ نوع من الإدمان. فنلاحظ الناس ممكن انه تتناول البيبسي او اي نوع من المنتجات الغازية انه مبتسمة. بعد 45 دقيقة من تناوله، اي بعد ما شوية يمضي على وقته، راح نلاحظ انه يهبط نسبة السكر في الدم، راح نلاحظ انه الانسان احس بمزاج متعصب وتعكر مزاجه. هذا طبعا هاي إعازات عصبية تعمل على إتلاف جهاز العصبي داخل الدماغ، مثل جاري الودي السمبثاوي والباروسمبثاوي. في البداية انه تخليه الانسان يكون سعيد، لكنه بعد فترة من الوقت راح نلاحظ يعني من تمضي ساعة راح نلاحظ انه كئيب سريع الانفعال، يمكن انه احنا حكاية بسيطة رأسا راح نشوف ردود افعال من عنده اقوى من الفعل اللي هو مطلوب من عنده. هذا شيء. الشيء الاخر، يمكن اغلب الناس اللي تتناول المشروبات الغازية هي ناس تعاني من يعني معدتها دائما، يعني بمرور الزمن راح نلاحظ انهم هم يتعرضون للقرحة، دائما عندهم حرقة في المعدة، عندهم حموضة، فاغلب الاحيان هم يستخدمون هذه الاشياء عبالهم انه تقلل، لكنه هي ما راح تقلل دائما وابدا. حتى انه يعمل على ارتفاع ضغط الدم، يعني اكثر الناس تعمل انه هي تخفض من نسبة ارتفاع ضغط الدم، لكنه هذه المشروبات تعمل على ارتفاع ضغط الدم. حتى في بداية الامر انه الناس اللي تتناول يعني تكون ما مصابة، يعني كثرة إدمانها على تناول المشروبات الغازية، نلاحظ فيما بعد هم راح يكونون أكثر عرضة للتسبب في أمراض مرض السكري، اللي هو يكون هذا مرض العصر شوية، يعني كلش إنه الناس بدها تعاني من عنده. الشيء الآخر إنه إحنا خليه ننوه عليه أكثر وأكثر، يعني الناس اللي تعاني من هشاشة العظام، أنا دا ألاحظ بصورة عامة، لكنه هو السم دا يدخل للجسم والناس تستلذ بهذا السم. اكو ناس انه شو تسوي؟ يقول لك انا هاي الحية تلدغني ما اوصلها، لكنه احنا شلون واحد دا يجيب سم ويدخله معدته؟ الطريقة كيف؟ انه شلون انا ادخل هذا السم؟ احنا مثل ما قلنا انه الجسم في
منطقة الحوض يحتوي على كالسيوم وزنك ومغنيسيوم. البيبسي يعمل على امتصاص هذه الأملاح والمعادن اللي موجودة. بعدها راح نشوف أنه أغلب الناس تعاني من هشاشة العظام وتسوس الأسنان، يعني أسنانهم مهما كانت يستخدمون تفريش وكذلك الغرغرة ومهما كان أنه وكذلك عيدان التنظيف وكلش مهتمين بها، لكن تناولهم لكمية كبيرة من المشروبات الغازية تعمل على إتلاف طبعا الأسنان. خلينا نسوي اليوم فقرة وخلينا نشوف الناس اللي كلش تحب أنه تتناول المشروب الغازي. طبعا هذا احنا مثل ما تشوفون فتحناه هسه، يعني ما سوينا به أي شيء. ممكن نضيف له كمية من الحليب، يعني ممكن أنه لا تلاحظون ايش راح يتفاعل الحليب ويا البيبسي. راح نلاحظ بعد فترة من الزمان أنه طريقة التفاعل هذه. طبعا أنا أقلل من قدح هذا عندي الحليب، وهذا يحتوي لي على 1.5 لتر طبعا بيبسي. أنا راح أتركه، يمكن تلاحظون أنه الأجزاء الكاميرا أمام الكاميرا أنه بدأت تتقطع. فكيف أنه أنت لو متناول منتج من نوع الألبان وبهالطريقة أنه أنت رأسا شربت وياه هذه المشروبات الغازية. طبعا أنا راح أخليه هو يحتاج كل اللي يحتاجه أقل ربع ساعة. راح تشوفون أنه فقط صبح مي أبيض، فقط أصبح مي أبيض، وبنفس الوقت هذا المي سام راح يكون، وراح تتركز المادة المكربنة فقط تحت القعر، يعني راح نلاحظ هي لونها أسود. الحامض اللي دا يستخدم طبعا في إعداد المشروبات الغازية هو مثل ما قلنا حامض الفسفوريك. حامض الفسفوريك طبعا أنا راح أخذ هذه قطعة من اللحم، قطعة صغيرة طبعا بهالطريقة هذه، بهالطريقة. بعد مرور وقت راح نلاحظها انه يتغير لونها. احنا مثل ما قلنا الليمون اثناء انه احنا بنتناوله بصوره يعني مركزه على المعده، هو راح يسبب انه في مرور الزمن تهشم بطانه المعده، ممكن انه يغير حتى انه يسبب بعض الامراض اللي هي امراض القولون، الحرقه، الحموضه الدائمه. يمكن انتم تلاحظون انه اللون بدا يتغير للابيض. حاليا انا ما اقدر اهجم على اي منتج من المنتجات اللي موجوده بالسوق، لكنه هذه الماده اللي تتكون من عندها المشروبات الغازيه. مع الاسف بعض الناس اللي تستخدم معامل مغشوشه، ويعني اكو فد ناس تستخدم معامل بيتيه يعني حتى يكسبون ربح اكثر وبنفس الوقت ما يتعرضون لاي مساءله. يستخدمون غاز مثلا ملء الاطارات حتى يطلع به هذه الفقاعه. مثلا غاز النيتروجين او غاز الهيليوم، طبعا هذا الغاز عند دخوله للجسم بهذه الكميه المركزه راح يسبب طبعا فد نوع من التسمم. خلي ايضا احنا مثل ما نعرف اغلب الناس تتناول السفن او هذا المشروب الغازي طبعا بعد الاكلات اللي تحتوي على اللحوم. مثلا لو دخلنا هذا يمكن على هذه الفخذه من الدجاجه، وبعد أقل ساعة راح نشوف النتائج اللي راح تظهر. أنا أحب أنه الكل يجرب داخل البيت حتى أنه يتأكدون بأنه الشيء اللي دا نحكيه إحنا هو بمصلحة الجميع. طبعا إحنا اليوم يمكن أكثر شيء اشتغلناه هو تجارب، لكنه فقط لإيصال المعلومة، لإيصال الكمية الكافية يعني. فكيف أنه إذا كنت أنت صباحا وعلى الريق وتناولت هذا المشروب الغازي ايش راح يعمل؟ أولا راح يعمل على إتلاف الخلايا، مو فقط يسبب لك التهابات في المجاري البولية، ولا يقلل لك نسبة التركيز ويخلي مزاجك عكر، ولا فقط أنه يسوي عندك هشاشة عظام، ولا أنه فقط تسوس أسنانك. حتى الأطفال ممكن أنه حرام علينا أنهم هم بعدهم في فترة النمو. أنا أنصح كل ربة منزل أو كل أم أنه تحب ابنها يكون مثل ما تريد أن تبعد عن هذا السم الأبيض. أتمنى أنه الأم تأخذ بهذه النصيحة، خصوصا أنه تحبين تكون نشاطه قوي، تحبين أنه يكون ديناميكيته زينة. فلهذا السبب أفضل أنه ما تعطي هذه المشروبات الغازية، مو فقط إتلافا في معدتها أو إتلافا في عملياتها المخية، لكنه أيضا في بنيته. أنت من بداية الأمر تعرضي للهشاشة وتعرضي لأنه تمتص من جسم الكثير من الفيتامينات والمعادن. حتى نلاحظ يمكن الأطفال اللي يتناولون المشروبات الغازية يكونون نحيفين جدا،
عكس البدانه. راح يقولوا لي ليش؟ لانه هو قابليته بالاكل ضعيفه في فتره نمو. كثير من انسجه الجسم الان هي في تتطور وتتغير، مثل ما نلاحظ اسنانه تتغير، حتى طوله يتغير. في بعض الاحيان الطفل اللي يكون اظافره بين فتره وفتره، اكو طفل كانت اظافره من هو صغير تتقصف بعدين يكبر لانه اكو شيء يتجدد، لكنه انت من تقدمي له هذا الشيء تقللين عمل هذه الاشياء داخل الجسم، وانه ما راح تعطي نوع من التقدم. طبعا اكو ناس ايضا اخرى تستخدم مواد اخرى اللي هي تكون مثلا تعبيرا عن انه انا اعاني من الحموضه، او اعاني مثلا من الحرقه في المعده. اعرف انت ايش تاكل اول مره، واعرف انه انت ايش تريد. بعض الناس تضيف منتج اللامندوزي الباودر او الليمون الباودر مع الصودا. طبعا هذا ايضا من الاخطاء الشائعه داخل البيت. طبعا هذه هي وصفه بيتيه، لكنه أنا أيضا ما أفضلها، لأنه راح أيضا تعرض إلى تلف كبير وكثير. يمكن إحنا نلاحظ كيف أصبح شكله بهالطريقة. طبعا هذا بعد مرور أقل من ربع ساعة راح نلاحظ أنه تتكون المادة المكربنة في أصفى القعر، وكذلك أنه راح يتحول هذا اللون مثل ما نشوف اللون البني راح يتصاعد. هذا لأنه هو طبعا منتج سليم، لكنه المنتج اللي يحتوي لي على غازات مثل غاز الهيليوم اللي يساعد في نفخ البالونات، أو غاز النيتروجين في نفخ الإطارات، هذا يكون أكثر سما. طبعا خلينا نلاحظ فقط اللحمة اللي وضعناها، طبعا هي استوت، هذه استوت بهالطريقة. فكيف أنه إحنا معدتنا نعرضها لهذا النوع من السم؟ طبعا في ختام هذه الفقرة لا يسعني سوى أن أرقيكم وأرقي نفسي بالدعاء، ويبعد الله عنا وعنكم كافة الأمراض، وأتمنى أن تستفيدوا من هذه المعلومات حتى وإن كانت ضعيفة. وبنفس الوقت أقول لكم جربوا، عسى وأن في التجربة برهان. وهذه عودة إلى زملائي، وشوفهم بعدهم مصرين على أنه يتناولون المشروبات الغازية ولا بدلوا؟ لا بعد بنشرب. لكن هسه احنا تكلمنا، انت تكلمتي عن السفن والبيبسي، تكلمتي عن السلبيات، هل هناك ايجابيات في الموضوع؟ هو ايجابيات الناس تستخدمه مثل ما ناولت الموضوع في عسر الهضم، يعني انه ياكل كميات كبيره من الاكل فيضطر انه يشربها، او يكون الاكل مالته مخربط بهالطريقه هذه. من ياكل هذا الاكل بطريقه مخربطه راح يحس انه حرقه بالمعده او مثلا انتفاخ بالمعده. فلهذا السبب انه احنا نطلب من الناس انه اكلهم شوي يكون على كيف، او الناس اللي تتناول الطعام بطريقه سريعه او هو واقف. طبعا الاكل وهو واقف غلط، لانه ما راح تاخذ. طبعا الاكل الحقيقي انه الواحد يقعد ويكون مسترخي، وطبعا ظهره يعطي للكرسي، وبهالطريقه انه هو يكون اكل سليم. شكرا لك. عفوا حسام. ست سماء. مشاهدينا الكرام، استمتعنا بهذه المعلومات الجميله من صحه وغذاء مع الزميله سماء. ننتقل مشاهدينا الكرام الى فاصل، ومن بعدها راجع معكم، خليكم معنا. من بعد هذه الأغنية بالتأكيد ما زلنا متواصلين وياكم من برنامجكم الصباحي صباح المحبة لعراق الأحبة. حاليا وصلنا إلى موضوع نقاش لهذا اليوم، وحديث الصباح حول حقوق الوالدين. أكيد رح ينورنا داخل الاستوديو وضيفنا لهذا اليوم الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير الأستاذ أحمد الماجد. صباح الخير عليك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. أهلا بكم، صباح الخير، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. طبعا بداية موضوعنا لهذا اليوم هو حول حقوق الوالدين، يعني نعم. تعليقك على هذا الموضوع كبداية. والله قبل الحديث عن هذا الموضوع احنا نحاول يعني او عبر قناتكم يعني ننبه الناس. هي ماكو واحد ما يعرف شنو سلبيات العقوق وليش الاولاد، يعني بس ما يعرفوا ليش الاولاد كبروا وصاروا عاقين. احنا بس فقط يعني اكو كم نقطة ننبه الآخرين للتعامل مع أولادهم حتى لا يخلقون بالمستقبل جيل عاق. يعني هذه مهمتنا يعني كإعلاميين، والباقي عليهم. يعني هسه مثلا من أسباب العقوق التنشئة غير السوية، الدلال الزايد مثلا. هو الدلال الزايد يسبب عقوق الوالدين. اي تفضيل أحد الأبناء على التمييز عن الآخرين. التعامل وياه اكو تفرقه، التعامل وياه بتفرقه مثل ما تفضلت. اصدقاء السوء بالفعل. اي يعني هسه الام
والاب يتحاشون هاي الشغلات حتى لا يخلقون جيل بالمستقبل عاق. بالفعل يعني هم راح يشلعون شوكهم بضافيرهم اذا صحيح اذا سووا هاي الفقرات. لان شاهد انه الامهات والاباء لا تطلع من البيت وتبقى بالبيت يطلعونه يمكن نص ساعه او ساعه بالضبط. من خوفهم وحرصهم على بالضبط. الابناء. يعني هي شنو يعني شوف عدم زرع السلوك السوي بالاولاد من هم صغار يؤدي لهاي النتائج. نعم. تلاحظ شلون؟ تلقى الولد يكبر يعني علاقته بمرته او البنيه علاقتها بزوجها اكثر من مودتها لامها وابوها. بالفعل يعني يكون حبها للشخص اكثر من الاهل. قمه العقوق يعني بالفعل. يعني انت تصور هل من المعقوله اي واحد انت هسه ولد شاب يعني هل من المعقوله انت اذا سخن ابوك او سخنت امك تبقى سهران للصبح قاعد يومهم؟ من سابع المستحيلات. انا اقول لك اياها كاب وعندي درزل مستحيل. الله يخليهم. الله يسلمك. كم طفل عندك؟ ربي يحفظهم. يعني اطفال درزل ما شاء الله درزل 12 يعني 12 11 الله يخليك. ما شاء الله. المهم لا بس يعني هم متزوجين واحفاد وكذا شيء بس اقول لك ما مجموعه يعني ما اعتقد من المعقول واحد يبقى سهران للصبح اذا ابوه مسخن في حين الام لا تسهر خطير للصبح. صح. وتتمنى احيانا يصحون بيها تندار ولا بهذا الطفل. بالفعل. طيب يعني شنو هالاجحاف؟ شنو هالجحود هذا لما تكبر وتشب عن الطوق؟ يعني تحكي ويا صديقتك مع العفو ما اوجهه لك يعني اوجه القسم من الشباب يحكي تقسلس ولياقه وهذه في حين من يسولف يا امه يسولف بصوت عالي. وثالث بارتينا انت متخلفه انت بدات ماشيين العصر وين وانت وين تفكرين يشكي لها خطير. لو مثلا يعني عقد عن الامور مثلا اذا طبخت شوي اكل مو طيب يقول لها شنو هذا الاكل انا ما اريده كذا انت راجعه لي ورا ها. حلو تمثيلك. نعم. يعني الابن يقولها لامه انه ما اريد هذا الاكل انه صار اكلك مو طيب انت كبرتي غيرها من الامور. هذا عقوق. يعني الام احنا ما ننكر السنتين اللي رضعنا من والدتنا، ما ننكر التسعة اشهر اللي حملتنا ببطنها، ما ننكر هواي اشياء. اكيد طبعا. اكيد طبعا اكيد احنا عذرا حسام للمقاطعه راح نتعرف على موضوعنا اكثر من خلال رسمه من حضرتك. هاي مسك الختام. مسك الختام اكيد احنا متشوقين حتى نعرفها، لكن راح نتناقش مع بعضنا بموضوعنا لهذا اليوم. مثل ما ذكرت يا حسام انه ممكن يكون الاسلوب الغير لائق من قبل الاولاد للام او الى الاب، مثل ما ذكر ايضا الاستاذ ماجد ممكن انه من خلال الدلال الزايد للاطفال يكون هو سبب لعقوق الوالدين لما الاطفال يكبرون. بالفعل. أكيد وضعف الرقابة بالتالي لما أن الأب والأم ما يراقبون ابنهم أو أبنائهم بصورة مباشرة وبصورة مستمرة ممكن أيضا يسبب بعقوق الوالدين. بالتالي أيضا ممكن غير هذه الأمور بعض الآباء أنه يخلقون فجوة بين الأب والأم. مثلا يا إما الأم تسبب كراهية الطفل بأبوه أو الأب يخلي كراهية تدخل بينه وبين أمه أنه يصير الفروقات. هذا الشيء لما يحب أحد الآباء أنه يكسب ابنه إله بالدرجة الأولى عن الأم أو عن الأب، فهذا الشيء أيضا ممكن يسبب بعقوق الوالدين. وإحنا نرجح أنه ما حد يستخدم هاي الطريقة. بالتالي الأب والأم ما يقدر يستغنى عنهم الطفل أو الابن أو البنت. يعني بالتالي إحنا نحتاج للأب ونحتاج للأم بكل وقت، يعني بكل شيء نحتاج لهم. كل شخص يعني الأم والأب له دور بحياة الطفل. طبعا احنا ما ننسى انه الطفل هو النواة الأساسية بالمجتمع، إذا قدرنا نصلحه فانصلح المجتمع، وإذا ما قدرنا خرب المجتمع. فبنفس الوقت انه كثير من الأطفال يعني انه يحب أمه أكثر من أبوه،
واكو اطفال يحبون ابوهم اكثر من امهم، ليش؟ واكو فد موضوع انه لما تساله انت تحب امك لو ابوك، يقول لك انا احب ماما اذا كان قريب من امه، ولو كان قريب من ابوه يقول لك انت تحب منه، يقول لك احب بابا. يعني بالفعل. على العكس انه يرضي امه او ابوه اذا كانوا موجودين. بالفعل. هذا طبعا ماكو مشكله اذا حب ماما واذا بابا، لكن احنا المفروض نوسط هذه الحاله. يعني مثلا اذا اني اب او يجيني ابني يقول لي انا احبك ما احب ماما، لا حبيبي عيب، لازم انصحه اوجهه على الطريق الصحيح. احكي ويا امه اقول لها انت ليش ما يحبك؟ خلي يعني تعرفين الامهات، خلي ولي واذا ما حبني باكر عقبه يحبني، تعرفين الامهات وكذا. حتى الاباء عكسيا حسام يعني بعض الاباء يمكن لما يجي ابنهم يقول لهم اني احبك اكثر من امي او ما احب امي، راح يفرح بهذا الشيء انه هو فرحان انه حيحبني. مو كلهم انه راح يحاسبون ابنائهم يقول لهم لا ما يصير هكذا، مثل هاي الامور تصير بينك وبين والدتك شنو السبب، او يصيح لوالدته يقول هاي شنو السبب انه صار هالشيء. ممكن انه يفرح بهذا الموقف ويقول شوفي هو يحبني اكثر. بس هو عموما يعني هاي بالنسبه للاطفال، لكن عقوق الوالدين يحصل على ما اعتقد اكثر شيء من خلال المراهقه بسبب تاثير الاصدقاء السوء على الابناء. بالتالي انه ممكن راح يتغير اسلوبه، تتغير لهجته، ممكن يحب هو يبرز شخصيته بما انه هو ابتدى يكبر. عافي عليك، يعني ابتدى يكبر فيحب يبرز شخصيته، بالتالي ممكن انه يرفض كثير من الامور اللي ينصحها بها الام والاب ويرفضها ويعمل العكس. هذا العناد يلي يصير بين الابناء والاهل. يعني ممكن انه امه تريد من عنده شيء يعاند لا الا الشيء اللي بباله يسويه. هذا الشيء غلط. يعني هو بهاي المرحله، مرحله المراهقه، مرحله جدا حرجه وحساسه ودقيقه. لازم الام تكون صديقه بنتها بهذا الموقف، لازم تكون الاب صديق ابنه بهذا الموقف. يعني يكونون حتى هذا العمر هو اللي راح يبني شخصية هذا الطفل، هذا المراهق. يعني إذا كنت معارض إلى أني كوالد يعني أو كأم معارضة لابني إنه يشق طريقه بهذه المرحلة، ممكن إنه راح أثر على طريقه وعلى مستقبله، إنه أرسم له حياتي اللي أنا أريدها. هو ما حاب هذا الشيء، بالتالي لازم الآباء يتفهمون أبنائهم هم شو يريدون، يعني يحسسوهم إنهم كبروا وإنهم ممكن إنه تكون لهم وجهة نظر بالمجتمع بمستقبلهم شلون يحددوه، لكن بالتالي انه ما اخلق فجوه وانه بيني وبين ابني واخليه انه يعاندني، اخليه يرفض اي شيء انا. هاي المشكله تصير من طريق التربيه. يعني هو المراهق من يطلع عن الطريق ويكون له عقوق للوالدين، هذا بسبب انه قعدوه من دراسته، التهى بالعمل، فما يعرف هذه الاشياء. لكن احنا لو نقعده ونشرح له هذه المواضيع وهذه المشاكل اللي ينقلها للوالدين ممكن يقتنع. لكن هذه الصعوبات قلنا حرجه، انه ما نقدر احنا من نقعد ويا المراهق نقول له يابا ترى انه انت هذا الشيء خطا دير بالك، ما راح يستوعب. يعني هو هذه المرحلة انتقاله من الطفولة إلى الشباب، يعني يقوم يبدي تشتغل عنده المشاعر والأحاسيس وغيرها من الأمور، فإحنا نصادقه، نكون صديقين له. يحسب نفسه كأنه صار رجل. إذا كانت بنت تحسب بروحها أنه صارت امرأة، خلاص أنه تكون متزمتة برأيها سواء كان صح ولا خطأ. يعني يمكن احنا بهذا عمرنا ما نقول انه احنا صح الصح واحنا اي شيء اي قرار نتخذه يكون صحيح، بالعكس احنا بهذا عمرنا نسأل الناس اللي اكثر من عندنا خبرة، اكثر من عندنا خبرة بالحياة، اكبر منا عمرا، انه نحتاجهم ببعض المواضيع. انه انا عندي موضوع بس مترددة اذا كنت اريد ادخل له واقوم بهذا الشيء، يعني مترددة سواء اذا كنت ايه او لا. ممكن انه اخذ نصيحة اب، اخذ نصيحة ام، خالة او عم او اي شخص من افراد العائلة او صديق بالفعل. مقرب او شخص احترم خبرته بالحياة، ويعني يكون مثلي الاعلى. يعني دائما ما الشخص وخصوصا بوقت المراهقة انه يكون عنده مثل اعلى يحب يقتدي به، يحب يكون مثله. بعض المرات لما كنت اتجول بين الناس يعني كان عجبتني علاقة بين خال وبنت اخته، يعني كعلاقة اصدقاء. نعم، هو الثلثين الولد يطلع على الخال. دائما نشوف اكثر الابناء انتمائهم للخال ويكون صديقهم وطلعاتهم وطباتهم سويه. اي
فيكونون يحبون الخال اكثر من العم. طبعا العم يكون جدي. يعني هي العوامل لعقوق الاولاد للوالدين كثيره، من ضمنها بما انه تغير المستوى الاجتماعي، تغير طبقات العائله فيما بيناتها. نلاحظ انه اغلب العوائل اللي بتكون هي عوائل متمكنه، نشوف انه يكونون يحتوون البيت على خدامه، ممكن انه هذه الخدامه هي اللي تربي الاطفال، بالتالي لما الطفل يكبر ويحتاج انه الاهل ينصحوه او يحتاج الى يكون اقرب الى العائله، نشوف هذه الروابط الاسريه هي معدومه او شبه معدومه فيما بينهم. هاي المواقف اللي تصير انه مثلا انتهت المرأة بالشغل، مثلا هو دا يشتغل، المرأة دا تشتغل، الأب دا يشتغل، فالأطفال بحاجة إلى من يرعاهم ومن يربيهم، بالتالي راح يضطرون أنه يجيبون خادمة للبيت في سبيل أنه تربيهم، في سبيل أنه ترعاهم، لكن بالتالي لما يريدون فد موقف مثلا يمكن يسمعون رأي الخادمة أكثر من ما يسمعون رأي الأب والأم. هذا غلط، عقوق الوالدين يلي هم يسببون نفسهم انه يخلون شخص ثاني ممكن انه يسيطر على اطفالهم ويسيطر على ارائهم، وممكن انه هاي الاشياء تكون جدا صعبه على الاب والابن. بعض تعليقك استاذ. العفو بابا. بعض الناس يعني يحملون وزر العقوق احيانا على الام. انت هسه امهات مستقبل، الام مدرسه اذا اعددتها شعبا طيب الاعراق. صحيح. نعم. يعني بدون اعداد ام جيده ما راح نعد مجتمع جيد. بالفعل. ابدا. فهذه المراه اللي ما تغرس بذهن الطفل بنتها او ابنها معنى الضمير، معنى السلوك السوي، معنى الاخلاق الحميده، يعني هسه ناهيك عن الايمان، احنا ما نريد نخلي تفتح لها تكيه بالبيت لو جامع وتخليه يصوم يصلي ليل نهار، لا. القيم، المثل، هاي صح، هاي غلط، هاي مو مالتك. اهم شيء هاي مال عبير وهذيش مالتك، هاي هي، حتى يعرف شنو إله وشنو عليه. وشنو عليه. بالفعل. صحيح. هاي فقره كلش مهمه. بعدين هي اذا تخفق بزرع السلوك السوي بنفس ابنائها، يعني بناتها او اولادها، هي راح تجنيها بالاخير، هي راح تشلع شوكها بظافيرها. صحيح. بالتالي راح تنعكس. يعني اللي يزرع الشوك يحصد خروب، واللي يزرع ورد يحصد ورد، فيجب تزرع تحصد. نعم. بنفس الوقت يجب ان ينتبه الامهات بالفعل لهاي الشغله. نعم. ابدا. هذه المشكله طبعا تحدث عن طريق الطلاق. يعني الاب له دور بحياه الطفل وحياه المراهق او الشاب يعني بصوره عامه، والام لها دور ثاني، لكن من يصير طلاق بين الام والاب اكيد هو الطفل لو راح يعيش مع الاب لو مع الام، فاذا كان ويا الام ما راح توفر له الابوه، فاهم شلون؟ واذا كان ويا الاب ما راح يوفر له الامومه، راح يكون هو الام وهو الاب، فراح يكون اكو نقص يا عبير بتربيته. مثل ما تفضل حسام، ويا اي طرف راح يصير هو، الطرف الاخر راح يحرض على ذاك. صح. اذا الام منفصله عن الزوج راح تحرض اولادها بالتاكيد، هو متزوج غيرها وكذا وشيء وراح تحرضهم. الاب مو دائما مثل الام. شوف هسه نفقات، يعني قلت شو اسمه، هاي الدعاوى مال طلب النفقه. اي النفقه مال حقوق الطفل وحقوق المرأة. لا اي نفقه، نفقه الطفل. شو يسموها هي؟ طلب نفقه. اي نفقه. هي نفقه من ابنها. نفقه حق المطلقه، ونفقه حق لا الام العجوزه تريد نفقه من ابنها. موجوده هاي الدعاوى، مليانه المحاكم بابا، هاي مليانه بيها. الابهات نادرا يلجؤون لهذه، مو مثل الامهات، لان الام خطيه اذا توفى الزوج المعيل اكو واحد يوفر لها مردود مادي تاكل من عنده، فراح تضطر تقيم. يعني انت تصوري اكو مريه بال 1960 بالمنوفيه بمصر بقريه اسمها كفر مصيلحه، اسمها نعيمه محمد مرسي، اقامت دعوه على ابنها نقيب طيار بذيك الفتره 1960. نعم. منو هذا يا شباب نقيب الطيار؟ منو؟ حسني مبارك. 1960 امه قايمه عليه نفقه، تريد نفقه يصرف عليها. زين. فالجحود موجود، يعني ترى بكل الطبقات الاجتماعيه الجحود موجود.
نعم. الجحود موجود، يعني بالتالي هل من المعقول انه الام لما تكبر بالعمر وما مثلا هل قد اطفال عندها وربتهم وتعبت عليهم، بالتالي يحتاج انه الابن يرفع يعني الام ترفع قضيه على ابنها في سبيل انه ينفق عليها؟ يعني هذا شيء مو معقول. المفروض هو من ذات نفسه الوالدين. انه هذا ابسط شيء ممكن انه يقدمه الابن لامه ضحت من اجله سنين وايام وليالي. اي بابا اكو مقوله تدعم هذا حديثك حلو. شيء مقوله شو تقول؟ يقول هاي الام اللي تشرف على 10 اطفال احيانا بان واحد، 10 اولاد. صحيح، يعني 10 بان واحد، 10 اولاد ما يقدرون يتحملوها. صح. هسه موضوع اللي اذا عرسنا شوفوا بعدين 10 اولاد ما يقدرون يتحملون هاي الام. يعني هي ربتهم ب10 بكل هذا الوقت. السهر والتعب والطبخ والكنس والتنظيف ويعني والاعداد وتوديه للمدرسه 10 ذولا واحد يذبها على الاخر. انت وديها الجاسم يعني هذا وديها الاسئله. انا ما اعتقد هو كل واحد يبقى يعني مرتي ما تتحمل ومرتي اعصاب وما تقدر خطيه. نعم. وضع عن نفسي وتجي من الدائره تعبانه وخلي امي يمك العزل. طبعا هذا الموقف انا شاهدته بايام حياتي، يعني من ناس شفتهم، يعني ممكن انه صار انه هي والدتهم معاقه بحيث يعني 3 ابناء يمكن ابن واحد و3 بنات. يعني هاي تقول اني عندي اطفال وعندي كل اولاد واحد عنده عذر واسباب، وهاي تقول اني عندي بس بنت، وهاي تقول اني عندي اولادي وعندي عائلتي يعني ملتهيه بيهم، وهذا عنده اولاده. يعني هم بالتالي ناس تشمرهم على ناس، يعني بحيث انه انا امي، يعني شلون مثلا ممكن انه اعوفها تروح لغير احد. يعني انا من ذات نفسي راح اكون انا محتاجه انه اقدم لها المساعده، يعني فد شيء بسيط من قدمت لي اياه صار لها سنين تتعب علي ما خلت شيء ما قدمت لي. يعني ما ننسى سهر الليالي، ما ننسى ربتنا تعبت علينا، صرفت علينا دم قلبها بحيث توصلنا لهذا المكان ولهذا المستوى. يعني هذا ممكن اقل شيء واحد يقول للاخ ما نقدر نجازي هذا الموضوع بنفس الوقت. وحتى يعني اذا سوينا لها هذا الشيء ما راح نقدر نجازيها على كل اللي سوت لنا اياه. بالفعل. تعرفين الام اذا ما رضت على ابنها راح تنقلب بحياه الابن راسا على عقب. نشوف اللي مرضي اهله امه وابوه، شوفين حياته سلسه ماشي بالطريق المستقيم، رب العالمين فاتحها بوجهه. نعم. فنشوف انه هواي مشاكل، خاصه يعني كثير انه نلاحظ انه الاب والام موظفين، فهذا سبب رئيسي لعقد الطفل او الولد. يعني نشوف انه حسام يعني ممكن يكون الموضوع كله هو الشخص اذا كان عنده ضمير ما اعتقد انه راح يتصرف او اذا عنده ضمير. اي اذا عنده ضمير. زين انا هسه يعني حتى لا اخذ من وقتكم، يعني اكو ولد خطط يبيع البيت اللي قاعدين بيه امه وابوه واخواته ومنهم معوقين، يعني حتى يوفي الديون اللي ترتبت عليه من جراء الملاهي والملذات وكذا شيء. نعم. يعني هوايه من الناس. لا مو هوايه، انا حاضرها. هوايه مضيف الشيخ صادق الاماره وانحسمت والاب خطيه يا غافلين لكم الله دا يريد يبيع البيت ويصرف على ملذاته. هيك نماذج سيئه اكو. يعني انت قلت هذه النماذج السيئه، راح اسولف لك فد موضوع. طبعا هذا شخص انا اعرفه يعني. نعم. هذا الشخص يعني حياته يحب انه يحتال وينصب على الناس. فمن خلال مسيره ويا الاصدقاء يتعرف. هو طبعا عنده اسلوب للنصب والاحتيال. طبعا ابسط النصب والاحتيال اللي يمارسه مع الناس انه يدق الباب على جيرانهم، السلام عليكم شلون الصحه؟ خير الحمد لله. يابا عندنا فاتحه ممكن فد قنينتين من عندكم فدوه لقلبك. فهذا يعني انت جيران ويجي عليك واحد عندهم فاتحه ما تعطينه؟ راح تعطينه. فياخذ القناني يروح يبيعهن. فيوميا فد 10 قناني 15 قنينه ويروح يسهر بهذه النوادي الليليه ويذبهن على الكافرات. هذا صاحب يبيع سيارات. نعم. بدنا نحكي عنه. اي اقول لك يعني مثل ما تفضل قلت لك يعني. وهذا الرجل تدخل مشكور، يعني شيخ قبيله مرموق، وتدخل حتى خطيه يسوي ذات البين يعني بين هاي الاطراف. نعم. بالفعل. بنفس الوقت يعني احنا تكلمنا عن هذا الشخص،
هذا الشخص قناني تعيينات وعارفين يعني كثير شلون ما يعرفون معادهم فاتحه. يعني الناس قامت تعرفه لكن قام يجيب ناس غربه، شو يسوي؟ يدليه على بيته. يعني انا اجيب واحد اقول له يابا انا عينك واخابر قدامه واتفق على فلوس ومبلغ وكذا واقعده بالبيت اغديه يمي، راح يثق بي لاني ندل بيتنا وعندي 3 اخوه مثلا واب وام وكذا وعائله يعني مرموقه، فمن انطيه الفلوس انا مطمن. يعني وين يروح يطير مثلا؟ اكيد ما راح يطير، راح اجيب له عندي اهل وعندي اصل وفصل وكذا. اخلاقه والاشياء اللي يحمل. لكن بما انه احنا نتحدث اليوم عن موضوع حقوق الوالدين وحضرتك راح تحضر لنا الرسمه جاهزه حتى نشوفها. جاهزه اي بس يعني انا بس حتى لا يفوتنا في يوم ما الله يصبحه بالخير اذا موجود هسه هو رئيس جمعيه تشكيل العراقيين. نعم. اتصلت بي الله يرحمها مديره دار العجزه بديله داغستاني، بنيه اسم الله على البنات شابه و10 اولاد وتوفت، مديره دار العجزه. قالت له اريد متبرع، هي بنفس الوقت مديره دار العجزه ومديره دار الاطفال المشردين. اريد واحد يرسم لي الاطفال المشردين، ورشحني الاستاذ مخلد ورحت ثاني متبرع، رحت ارسم الغرف مالتهم. هناك شفت واقعه كارثيه. اجى واحد عنده كيس مال كعك يزور ابوه بدار العجزه، قالوا له الحجي توفى خطيه صار تقريبا اسبوع ووديناه للثلاجه مال المستشفى. قال له هيجي؟ اي لا انا راح اروح ارتب حالي حتى اراجع المستشفى. ورا 3 اسابيع المستشفى قالوا لهم يابا هذا ما خبرتوا اهله. نعم. يعني شوف العقوق وين وصل. طبعا والله يا اولادي اني قلت يعني حرام واحد يخلف، وقمت احسد شاكر الشاوي رسام زميلنا تشكيل ما متزوج. طبعا قلت له شاكر بس انت على حق. صحيح. يعني عبير كثير من الشباب يعني يقول لك انا ما اتزوج، يوصلون عمر ال40 وال45 يعبرون هذه المرحله، يقول لك انا ما اتزوج، شو استفاد؟ انا خليني طير حر. اولا راح اخلف ابناء ممكن راح باكر عقبه يتزوج ويعوفني والبنت كذلك. بس ما ننسى يعني انه لو متسع بالبرنامج اكو روايه مال هاي البدوي اللي قاعدين بالشول ورادوا يشيلون بمكانهم لان يبس العشب، فقال لمرته قال لها خلي لها تمر ومي وما ادري شنو لامي وين نشيل؟ قرقمه رايحه تعبانه. قالت له زين عافوها وراحوا. راحوا وصلوا مثلا منا للتاجي. اقول لك قال لها الوليد وين؟ قالت له مو خليته يم امك. قال لها ليش؟ الوليد يرضع. قالت له انا فكرت انت عفت امك. خاف هذا منه كبر يعوفني يعوفنا فخليه يولي. اعطته درس. صحيح. فرجع استاذ احمد بما انه احنا ملتزمين بوقت يا ريت حتى ماشي. لا احنا اوشكنا هاي هي. وانت دائما كل ما تتذكرين اكون انا بعدني راح اوقع يا عبور. اكيد هذه اللمسات الاخيره بالتوقيع حتى نتعرف على رسمتنا لهذا اليوم. هذا يقول لامه يقولها اخذ راحتك ماما بس توافق مرتي ترجعين للبيت. موصلها الدار العجزه. هو يعني اكو ضحك كالبكاء. نعم. انا كان عندي معرض كان تحت عنوان لنسخر من همومنا، هاي سخريه من هذا هم كبير العقوق هذا. نعم. وادعو من الله ان الاخرين ينتبهون. نعم. حياك الله. شكرا لك ونورت استوديو صباح المحبه لعراق الاحبه. حياك الله. مشاهدينا الكرام حديثنا لهذا الصباح كان عن عقوق الوالدين. معنا الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير احمد الماجد. خلينا نروح بفاصل قصير من بعدها نتواصل. خليكم معنا. رجعنا لكم احبتي المشاهدين. لم يتبقى من برنامج الصباحي صباح المحبه لعراق الاحبه سوى حكمتنا لهذا اليوم، والحكمه تقول: من لم يشرب من بحر التجربة يموت عطشانا في صحراء الحياة. طبعا أكيد كل الناس مروا بتجارب. أعيد الحكمة: من لم يشرب من بحر التجربة يموت عطشانا في صحراء الحياة. نعم. كل شخص ممكن يكون مر بتجارب حياة، ممكن انه هاي التجارب لازم انه يستفاد من عندها، لانه اذا ما استفاد من هاي التجارب راح يموت عطشان بصحراء الحياة. يعني هاي الصحراء بيها كثير من الامور، بيها كثير من
العراقيل اللي ممكن تواجهنا، لازم نستفاد من كل خطأ انه يصيبنا. بالفعل هي الحياة عبارة عن متاهة، فلازم احنا نجرب حتى اذا فشلنا نظل مستمرين بحياتنا على مود يعني تستمر الحياة، لا نظل قاعدين في مكاننا. شلون الانسان من يريد يشتغل يقول لك انا اقعد بالبيت تجيني فلوس، اكيد لازم واحد يسعى. اسعى يا عبدي وانا اعينك. نعم بالتأكيد الفشل دائما هو أساس النجاح، وحكمتنا لهذا اليوم مثل ما ذكرها زملائي بأنه من المهم جدا أنه شخص يكون ويمر بتجارب ويفشل من خلالها حتى أكيد ينجح بما ممكن أن يدور أمامه في الحياة. طبعا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة وأكيد الختام مع زملائي. نعم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من صباح المحبة العراق الأحبة، ورافقناكم على مدار ساعتين من الوقت. نتمنى أنه كنا خفيفين الظل. طبعا أشكر كادر التصوير والإخراج والماكير وكل اللي عمل بصباح المحبة العراق الأحبة، والختام اللي شاحنين. وأكيد بالتالي أشكر ماكيرتنا سلوى الجبوري اللي تعبت ويانا لهذا اليوم، نتمنى لها الموفقية. بالنهاية لا يسعنا إلا أن نقول نتمنى أن تكون حلقتنا لهذا اليوم نالت رضاكم واستحسانكم. انتظرونا في حلقة جديدة من صباح المحبة لعراق المحبة في نفس الموعد غدا. إلى اللقاء.